حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا تحدي بيني وبين قناة الحياة في المطبخ. الشيف نجوى إبراهيم هتعمل جاتوه شاتو وأنا هعمل جاتوه شاتو، ونشوف مين فينا اللي هيعمله أحسن. أرجوكم تدعمونا وتكتبوا لنا في الكومنتات مين أنه قناة أحسن. ماشي، الفيديو بتاعي هيشتغل، الفيديو بتاعها بعد الفيديو بتاعي ما يشتغل ويخلص هيشتغل الفيديو بتاعها. يا بنات أرجوكم تدعمونا وتقولوا أنه قناة أحلى في الجاتوه شاتو اللي اتعمل ده. النهارده هنعمل كيكه جميله جدا، الكيكه بتاعه جاتو شاتو، ان شاء الله بمقادير بسيطه جدا وهتعجبكم كلها من البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انا معايا هنا بيضتين، ومعايا كمان كوبايه سكر، هضربهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده بمضرب عادي خالص. ومعايا كوبايه لبن، كل كوبايه 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 يعني مش كتير يعني. وكوبايه زيت على سمنه، حابه تعملي سمنه بس، حابه تعملي زيت بس اللي يريحك، حابه تعملي ميكس بين السمنه والزيت سمنه وزيت وزبده مفيش مشكله. يبقى كوبايه سمنه على زيت، وكوبايه لبن، وكوبايه سكر، وبيضتين، ومعايا باكو كيك شيف، وكوبايتين ونص دقيق، وثلاث معالق كاكاو خام. الكاكاو يا جماعه يكون كاكاو حلو، يعني يكون كاكاو من مكان كويس. معايا ذره ملح كمان، يكون كاكاو دارك، يكون من مكان نضيف عشان يبان في طعم الكيكة، يبقى عامل زي الشوكولاتة بالظبط. تمام، حطيناهم كده، لازم ننخلهم قبل ما نحطهم. 3 معالق كاكاو وذرة ملح وكوبايتين ونص دقيق. على كل كوباية بقى لبن كوباية، سمنة كوباية، سكر كوباية، وبيضتين. ظبطتها معايا، ادخلها بقى الفرن. نعمل بقى البودنج اللي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. معايا كوبايتين لبن، ومعايا 3 معالق سكر، 3 معالق نشا، 3 معالق كاكاو خام. تمام، ولا شوكولاتة ولا اي حاجة، كله 3 برضو. وادي معايا معلقة زبدة كمان عشان تخلي لونها حلو. كوبايتين لبن، 3 معالق نشا، 3 معالق سكر. تمام يا حبايبي، 3 معالق كاكاو خام. خلطتها على النار زي ما انتم شايفين كده. نزلتها بقى عشان تبرد، وحطيت حاجة على وشها كده علشان خاطر ما تعملش قشرة. نعمل بقى اخر طبقة. معايا مية ساقعة متلجة، بصوا التلج، ومعايا باكو كريم جانتيه، هضربهم كويس جدا. الكيكة دي بجد كانت تحفة يا ولاد، جربوها كده واعملوها يا بنات، هتلاقوها زي العسل. اعمليها وجهزيها لخطيبك كده، بجد هينبهر بيها جدا. بصوا عملنا الكريم جانتيه ازاي، بصوا لغايه ما يتقل خالص 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 منك، ما تقدريش تشيليه عشان ما يسحش منك على الكيكه. بصوا انا كبته لكم ما تكبش اهو. ادي معايا الخطوتين بتوع الكيكه. جبت الكيكه بعد ما طلعت من الفرن، خرمتها زي ما انت شايفه كده، سبتها بس تبرد شويه. معايا دلوقتي كوبايه لبن انا محلياها بسكر بسيط، ممكن معلقه سكر او 2 على حسب ما انت عايزه. سقيت بيها الكيكه بتاعتي، سبتها تبرد خالص خالص خالص. لازم يا جماعه تبرد عشان الكريم شانتيه اللي انا هحطه ده ما يسحش عليها. نزلت بالكريم شانتيه اللي انا عاملاه تقيل جدا بشويه ميه ساقعه متلجه. نزلت بيه زي ما انتم شايفين كده، وهاخدها احطها في الفريزر معايا شويه. هيمسك الكريم شانتيه. هبتدي بقى احط الايه، البودنج اللي انا عملته ده. حطيه في كيسه، تحطيه كده عادي زي ما انت عايزه، ويا ريتك ما تحطوهوش في كيسه، خليه كده عادي وبالراحه كده وانت بتعمليه. انا رصيته زي ما انت شايفه كده، وجبت معايا حاجه كده، رحت جايه مظبطه كده زي ما انتم شايفين. بجد بجد كانت تحفه جميله جدا، وتكاليفها بسيطه جدا، وهتعجبكم ان شاء الله. جبت الكاكاو الخام بتاعي ورشيته من فوق كده. عندك شوكولاته مبشوره مفيش مشكله، عندك شوكولاته شيبس برده مفيش مشكله. اللي انت عايزه تحطيه، لا بلاش كاكاو، حطي شوكولاته شيبس، شوكولاته مبشوره اللي يريحك. قطعتها كده شبه حته الجاتو، دخلتها الفريزر مسكت كويس جدا. طلعت زي ما انتم شايفين كده، بصي والله والله طعمها خرافه، خرافه بجد.
وكل حته الصينيه ما باتتش. بجد تحفه جميله جدا. زوقي بقى زي ما انت عايزه، عندك سوداني ماشي، شوكولاته شيبس ماشي، شوكولاته مبشوره مفيش مشكله، شاربه من تحت وطريه وجوسي وعسل. لايك وشير بقى يا بنات، عشان خاطر ايه؟ ده تحدي معايا قناه الحياه، داخلين تحدي بالجاتو شاتو. فشوفي بتاعي ولا بتاعها بقى، واعملوا لي في الكومنتات يا بنات ودعمونا كده. تمام، الفيديو بتاعها مع الفيديو بتاعي اتفرجوا عليه، وتدوني بقى في اللايكات، وتقولوا لي في الكومنتات انه جاتو شاتو طلع احلى من التاني، علشان ده تحدي يا بنات. لازم 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 تقولوا لي في الكومنتات. تمام، وجربوها كده واعملوها بكل سهولة وكل خطواتها من البيت. تعالي شوفي الكيكة الجميلة دي بصوص الشوكولات الأبيض. جميلة جدا ومرتفعة وطرية جميلة زي السفنج بالظبط. بصوا الجمال وطعمها رهيب. اعملوها يا جماعة على ضمانتي. بصوا الجمال. عندي هنا 3 بيضات هنزل بيهم في الخلاط. تمام. 2 باكت فانيليا، معلقة كبيرة خل محسن للكيكة وبيضيع الزفارة، كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت على زبدة. تمام، امزجهم في الخلاط. بعد كده هنزل بكوباية اللبن. الفكرة يا جماعة كوباية الا ربع زيت على زبدة دي بتدي نتيجة رهيبة. عندي هنا كوبايتين دقيق، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار، باكت بيكنج باودر. بصوا بسيطة ازاي. هبدأ بقى انزل بالخليط على المواد الجافة بعد ما اقلبها. تمام، شوية بشوية واقلب، حبة حبة واقلب مع التقليب يا جماعة لحد الدقيق ما يختفي معايا. يبقى كده خلاص. عندي صينية دهناها بالزبدة ومنطراها بالدقيق. هنزل بخليط الكيكة ومولعة الفرن قدامكم على درجة حرارة 180. تمام، احطها في النص. تاخد معايا نص ساعة بالظبط وهي في الفرن يا جماعة، نص ساعة بالظبط. تمام، اعملوا لايك بقى، اعملوا لايك. نص ساعة وهتطلع معايا. بصوا الجمال، مرتفعة وطرية وجميلة جدا. هقلبها واسيبها تبرد. تقدري ترشي عليها سكر بودر او تعملي الصوص اللي انا هعمله دلوقتي بالشوكولاتة البيضة. بسيط، طريقته بسيطة وطعمه جميل جدا. وممكن تستبدليه بالسكر البودر ترشي عليها. هنا عندي كوباية لبن، كوباية شوكولاتة بيضة مبشورة، شوكولاتة بيضة مبشورة يا جماعة، كوباية، وكوباية لبن، معلقة واحدة دقيق، معلقة كبيرة دقيق أو طحين. تمام، معلقتين سكر كبار. وابدأ اقلبهم على النار مع التقليب المستمر عشان الدقيق ما يخرصش معاكي، مع التقليب المستمر. تمام، لحد ما يغلي ويعمل فقاقيع تطفي عليه. الشوكولاتة بس تدوب ويغلي تطفي عليه على طول. تمام، عندي هنا الكيكة بردت. هبدأ ان انا انزل بالصوص الشوكولات الابيض عشوائي كده يا جماعة، زينها. وممكن زي ما قلتلكوا تستبدلوها بالسكر البودر، هتبقى جميلة جدا، طعمها رهيب. والله يا جماعة طعمها رهيب وبإذن الله هتعجبكم. اعملوا لايك بقى، واللي ما تابعنيش يتابعني علشان هنزل وصفات جديدة وجميلة جدا. تقدري تسيبي الشوكولات عشوائي او تسويه كده بالسكينة، تبقى طعمها رهيب يا جماعة، طعمها رهيب بصوص الشوكولات الابيض. جميلة جميلة جميلة، وبإذن الله هتعجبكم. بصوا الجمال، جميلة، طرية زي السفنج، والله طرية زي السفنج وطعمها رهيب.